بعد كده هندخل على مرحلة اللاينر والماسكرا. عشان الماسكرا تتحط معانا بطريقة صحيحة نجيب الماسكرا ونمشط الرموش من اليمين للشمال. طبعا اللاينر بيعمل نظرة فيها عمق للعين وبيحدد العين وبينور العين. نيجي نشوف مرحلة الماسكرا. انتي في البيت تقدري تحركي زي ما قلتلك من اليمين للشمال، او لو عندك ايلاينر والماسكرا بتاعتك فاضية شوية تقدري تحطي نقط 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 كتيرة جدا على الرموش، وفي نفس الوقت تبدأي تحطي الماسكرا. لو الماسكرا نشفت عندك في البيت تقدري تجيبي اناء وتغلي فيه شوية مية وتحطي فيه الماسكرا شوية صغيرين لغاية ما تبتدي تفك معاكي وتشتغل وتطلع الليكويد اللي فيها. ونقدر نشغلها ب3 نقطات من القطرة العادية البريزولين ونحرك الفرشة كويس فيها، هنلاقي الليكويد بتاعها ظهر بشكل اكبر، بس ما نكترش الكمية. انا بحب طبعا اقول لكم ان الماسكرا اللي بتطول وبتكثف بتكون احسن واجمل وبتدي لوك احلى للعين من الماسكرا اللي بتكون بتكثف بس او بتطول بس. ولو عايزة مظهر طبيعي تجيبي الماسكرا اللي بتدي الطول. زي ما احنا شايفين بنغذي العين بالماسكرا، وممكن ما تحتاجش رموش. يعني احنا لو هنعمل مظهر طبيعي ممكن ما نحتاجش نحط رموش، حسب ما نشوف اللوك والنظرة بتاعتنا وحسب انا خارجة رايحة فين. هنصلح كده طبعا تصليحة خفيفة. بنبقى معرضين دايما لبعض الاخطاء واحنا بنعمل الميك اب، لازم باستمرار نصلح. نيجي لمرحلة الرموش السفلى بعد ما نخلص الرموش الامامية او اللي هي فوق، ونبتدي يكون قلم الكحل عندي طري، ولو مش طري بستعين بان انا اسخنه بالولاعة شوية، وبعد ما يبرد ابتدي احط منه جوه عيني. بعد كده بجيب لون بلو بحطه على حسب لون لبسي، او لون روز او لون اخضر، اللون اللي بيكون زرعي شوية حسب اللبس بتاعي. وعلى فكرة لو حبينا نعمل ميك اب ثابت جدا لازم نبلل الفرشة بتاعتنا واحنا بنرسم الشادو، وفي نفس الوقت واحنا بنرسم الخطوط الصريحة والواضحة او حتى هنمزجها ونسيحها ممكن نحط الاول القلم وبعديه اللون، ده بيثبت اللون اكتر وما يخليهوش يهرب. زي ما احنا شايفين بنزود الزاوية الجانبية للعين علشان الاسود يكون عندي ديب قوي وغامق، بيديني نظرة عميقة للعين. وطبعا نفس اللي حصل ده هنعمله في العين التانية.